اليوم معاكم بدوق هذه البتنشانه، وشوفوا قديش هذه البتنشانه والله قد خشمي. خلونا ندوقها. والله صراحه انا ما احب البتنشان، بس نشوف كيف نقول بسم الله. اسناني طعمها زي طعم محمد عبده، طعمها غريب والله غريب. تتخيل اشياء غريبه لما تاكلها. تقييمي لها 0 من 10. هذه البنت تقول لي هلا ابوك يحبك. صراحه جدا سؤال غريب بس بجاوب عليه. صراحه لا، ما انا انسان صريح بقول لك الصراحه. لا ما يحبني، لان زمان وانا صغير كنت افكر انه يحبني صغير، ما فهم شيء عن نياتي. بعدين لما كبرت عرفت انه يعني مو زي كل اب هو. فيعني لو كان يحبني كان معنا الحين، بس انه الله يسامحه يا رب. يعني ترى يا والله تسالوا اسئله زي كذا ويلكم اجاوب عليكم لانكم كثيرين والله العظيم لو تشوف الاسئله قديش. اليوم امي الله يحفظها لي اعطتني هذه الهديه وقالت لي خالد افتحها قدام متابعينك، وصراحه ما ادري ايش هذه الهديه. في كيس التميس. ايش تسوي هديه في كيس التميس؟ لكن خلونا نشوف. اوه ماي جاد. ووو تتوقعوا ايش الهديه؟ بسم الله. اوه كورة سلاحف والفنجال. واو كورة سلاحف والفنجال. انا ما اعرف العب كورة والله. شكرا يا امي. ايش اسوي فيها هذه لكن؟ هذه البنت تقول لي اسفه يعني على سؤالي، بس كيف ابوك ما شفته من 10 سنين واخوك الصغير عمره 6 سنين؟ طالبه طلب مسبق، بس ان اخوي هذا مو اخوي الصغير، هذا ولد خالتي، ما عندي اخوان ولا اخوات. والله يصلحك على سؤالك هذا. هذه البنت تقول لي خالد ايش اصعب موقف صار لك وما قدرت تنساه؟ اصعب موقف صار لي وانا صغير، اللي هو يوم من الايام ابونا يعني ابويا تركنا انا وامي وراح، ويعني ما كنت ادري انه هو اصلا ما يحبنا. وامي قالت لي عادي عادي، وانا ما انا صغير اكيد ابغى ابويا. ويوم من الايام يعني امي قالت لي روح مع خالتك خلاص الملاهي، لان يعني شافتني كل يوم زعلان افكر في ابويا، ورحت الملاهي. ووقتها يعني انا كنت فرحان مره، نزلت من السياره فرحان ابغى العب، وشفت الاب وولده مع بعض، والولد الاب ماسك يد ولده. وانا وقتها والله كذا يعني طلعت في يدي وتمنيت هذاك الوقت يعني ابويا جنبي. والله هذاك اليوم ما انساه طول حياتي، كل ما اتذكر ابكي.